في الأول كده لازم تبقى عارف إن أنت مش لوحدك، لأن كلنا جالنا وقت وحسينا فيه بالتوتر قبل ما نتكلم قدام الناس. فاهدى بقى كده يا صاحبي وما تشيلش هم الدنيا على دماغك كأنك عملت جريمة ومكسوف منها. وهنا بقى يا صاحبي حابب أقولك إن في حل للمشكلة دي، والمفاجأة بقى إن الحل ده بسيط جدا وسهل ومش محتاج منك عبقرية ولا شهور تدريب، لأن كل اللي أنت محتاجه هو شوية فهم وشوية خطوات عملية. في الفيديو ده إن شاء الله هنعرف مع بعض إزاي تتعامل مع التوتر قبل وأثناء الكلام، من أول ما رجلك تتهز وتتوتر لحد صوتك اللي بترعش. وصدقني يا صاحبي إن شاء الله مش هتخرج من الفيديو ده زي ما دخلت. فشد الكرسي بقى كده يا صاحبي وخد نفس، علشان انت هنا في الحلقة السادسة من كورس أسرار الثقة في الكلام. وما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمرة تسيب لي تعليق تقول لي رأيك ايه في الحلقة دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. واوعى تنسى يا صاحبي تفعل الجرس علشان يجيلك إشعارات بالفيديوهات الجديدة. ودلوقتي بقى تعالوا نخش على الخطوات السبع. الخطوة الأولى معانا النهاردة هي افهم إن التوتر ده طبيعي. في الأول كده يا صاحبي لازم تبقى عارف إن التوتر ده مش عيب، ومش معناه إن أنت ضعيف أو مش قد الموقف، بالعكس خالص. ده معناه إن جسمك بيقولك أنا واخد بالي من اللي أنت داخل عليه، وإن في حاجة هنا مش مريحة. يعني بالظبط كده الموضوع زي إنذار بسيط، بالظبط كده شبه لمبة البنزين بتاعة العربية. لما بتديلك إنذار فده مش معناه إنها بايظة ولا حاجة، هي بس محتاجة تتزود. المخ بتاعنا بقى من أيام أجدادنا لما كانوا عايشين في الكهوف، وهو متبرمج يشوف أي موقف جديد أو مواجهة على إنها خطر، سواء بقى هتتكلم قدام ناس أو هتدخل مقابلة شغل أو حتى هتقول رأيك بصوت عالي. المخ هنا يا صاحبي بقى بيرجع لأيام الغابة والأسود وبيقول لك خش في التوتر بقى يا عم. علشان كده بقى يا صاحبي أول خطوة هي إنك تبطل تشوف التوتر على إنه عدو، لأنك لازم تشوفه كصاحب بيقول لك خلي بالك. وهنا بقى يا صاحبي لازم تعرف ان انت كل ما فهمت جسمك بيقول ايه، كل ما قدرت تسيطر على احساسك وتتحرك بكل ثقة وهدوء. اما الخطوة التانية بقى فهي حضر نفسك كويس وبلاش تبالغ. بص يا صاحبي لازم تعرف كده ان التحضير هو اول خط دفاع ضد الرعب اللي بيهزك قبل ما تتكلم. وكمان لازم تعرف ان انت هنا مش طالع ترتجل، انت طالع على المسرح تتكلم قدام ناس ليهم عقل وعندهم وعي. علشان كده بقى يا صاحبي لازم تتسلح بسلاح التحضير. وهنا بقى لازم تعرف ان انت كل ما تكون عارف انك رايح تقول ايه ومرتب افكارك كويس جدا، كل ما مخك هيطمن ويبدأ يتفرغ للتركيز بدل ما يفضل يرسم سيناريوهات فشل في دماغك. لكن بقى يا صاحبي هنا لازم تخلي بالك كويس علشان ما تقعش في الفخ. في ناس كتير فاكرة ان التحضير معناه ان انت تحفظ كل حرف وتكتب كل نفس هتاخده وتخلي دماغك زي شريط تسجيل بالظبط، وده طبعا غلط كبير. لان اول ما يحصل حاجة غير متوقعة زي مثلا ان الجمهور يضحك او تليفون يرن او كلمة نسيتها، بتلاقي نفسك وقفت ودماغك فصلت منك والموقف كله قلب ستريس. السر هنا بقى يا صاحبي هو ان انت تحضر بذكاء، يعني مثلا تحضر الفكرة الرئيسية والمفاتيح اللي هتمشيك من اول الكلام لاخره. يعني مثلا ممكن تحضر اول جملة كويس جدا لانها بتديلك الثقة، وبرضه حضر اخر جملة كويس جدا علشان تعرف تقفل صح. اما في النص بقى يا صاحبي فخلي فيه مساحة ان انت ترتجل وتحس بالكلام وتتكلم بطريقتك الطبيعية. وهنا بقى لازم تاخد بالك ان انت مش داخل تمثل، انت داخل تتكلم من قلبك، والناس بتحب تسمعك انت مش نسخة محفوظة من حد تاني. الناس يا صاحبي بتتعلق بالطبيعة والعفوية وبالصوت اللي طالع من جواك، مش بالورقة اللي في جيبك. فحضر بقى كده يا صاحبي بس من غير ما تحول التحضير لقيد، وخليه سلاح مش عبء. الخطوة التالتة بقى يا صاحبي هي درب مخك على السيناريو الأسوأ. بص يا صاحبي التوتر ساعات بيبقى عامل زي الوحش اللي مستخبي في الدولاب، بس أول ما تفتح الباب بقى بتكتشف إن هو مش مرعب زي ما كنت فاكر. وهنا بقى لازم تعرف إن دماغك بتشتغل أوفر تايم قبل ما تتكلم، وتبدأ تسألك طب لو نسيت الكلام، طب لو الناس ضحكت، طب لو صوتك اتهز، طب لو حد قطعك او بصلك بسخرية. بس تعالى بقى كده يا صاحبي نهدى ونسأل نفسنا سؤال مهم: ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ يعني فعلا لو نسيت ايه اللي ممكن يحصل؟ هتقف شوية وتبص في ورقة أو هتفتكر أو حتى هتاخد نفس وتكمل عادي جدا، والناس هنا يا صاحبي مش هتاكلك ولا حاجة. أما بقى لو صوتك اتغير فعادي جدا، كل الناس صوتها بيتغير لما بتتوتر. ولو حد ضحك عليك فما تديش دماغك فرصة تفسر الضحكة دي على إنها عليك، لأنها ممكن تكون ضحك من حاجة تانية. ولو عليك يا عم فخليك ذكي وعلق بنكتة خفيفة تقلب الموقف لصالحك. في ناس كتير قوي لما بتقعد تتخيل الفشل بتفتكر إنها هتقع من على المسرح أو هتتشل أو كل الناس هتضحك عليها وتسخر منها، بس ده كله يا صاحبي تهويل في دماغك انت بس. فانت بقى كده لما تقعد مع نفسك قبل اي لقاء او تقديم او حتى حوار مهم، جرب تعمل تمرين بسيط. اكتب في ورقة 3 سيناريوهات سلبية ممكن تحصل، وبعد كل سيناريو اكتب رد فعلك المنطقي عليه.
التمرين ده يا صاحبي مش بس بيهديك، ده بيدرب مخك انه يتصرف تلقائي لو حاجة حصلت وانت مش عامل حسابها. اما الخطوة الرابعة بقى يا صاحبي فهي خد نفس بعمق. في الاول كده لازم تعرف ان ابسط واقوى حل للتغلب على التوتر هو التنفس العميق. وعلى فكرة يا صاحبي في الحلقة اللي فاتت واللي هي الحلقة الخامسة شرحنا فيها تقنية الهدوء 4 7 8 بالتفصيل، فممكن بقى بعد ما تخلص الحلقة دي تشوف الحلقة الخامسة من الكورس ده، أو ممكن تجيب الكورس كله علشان تستفيد أكتر. لو تهت بقى يا صاحبي مني فهات الخطوة دي من الأول تاني. أنت هنا بقى يا صاحبي لازم تجرب تاخد شهيق من مناخيرك لمدة 4 ثواني وتحبسه جواك لمدة ثانيتين تلاتة كده ولا حاجة، وبعدين تطلعه من بقك ببطء لمدة 6 ثواني، وكرر الحركة دي 3 أو 4 مرات. وصدقني يا صاحبي هتلاقي نفسك هديت شوية بشوية، وكل ما اتعودت على النفس ده كل ما بقيت أسرع في السيطرة على أعصابك. النفس العميق ده يا صاحبي أو التنفس العميق بيبعت رسالة للمخ إن مفيش خطر وإنك مسيطر على الوضع كويس جدا، وكمان بيقلل ضربات القلب وبيريح العضلات وبيخلي دماغك تشتغل بكل هدوء وثقة. وده طبعا مهم جدا قبل واثناء اي كلام مهم، سواء بقى بتتكلم قدام ناس او في نقاش شخصي او حتى لما بتقول كلمه نفسك تقولها من زمان. الخطوه الخامسه بقى يا صاحبي هي خليك في جسمك. يعني ايه خليك في جسمك يا صاحبي؟ الموضوع بكل بساطه هو انك ما تخليش دماغك تسرح منك في المستقبل وتفكر بس في اللي هتقوله وانت واقف على المسرح. ولو دماغك بقى سرحت منك فارجع تاني لجسمك وركز في احساسك وانت واقف، في حركة رجلك بقى أو في وضع إيدك أو في نبرة صوتك. لازم تعرف يا صاحبي إن التوتر ده هياخدك في دوامة من الأسئلة والرعب اللي ملهمش لازمة، إنما بقى لما تركز في جسمك فأنت بتجبر مخك إنه يهدى ويركز على اللحظة دي بس، مش بكرة ولا حتى بعد شوية. التركيز يا صاحبي في الوقت الحالي بس. الخطوة السادسة بقى يا صاحبي واللي ممكن تفتكرها عكس الخطوة الخامسة هي ما تركزش على نفسك. بص يا صاحبي اكبر فخ بيزود التوتر هو انك تفضل تسال نفسك انا شكلي عامل ازاي، طيب صوتي باين عليه التوتر ولا لا، طيب هم شايفين ايدي بتترعش ولا محدش واخد باله. ده كله يا صاحبي بيخليك تتحبس جوه دماغك، وكل ما تركز على نفسك اكتر التوتر بيعلى معاك اكتر واكتر. الحل بقى يا صاحبي هنا في انك تغير الفوكس اللي انت عامله على نفسك ده. يعني بدل ما تبص لنفسك بص للناس وركز على اللي قدامك، على عيونهم وعلى تفاعلهم وعلى الكلام اللي طالع منك وتاثيره فيهم. وهنا بقى يا صاحبي لازم تاخد بالك من ان انت مش داخل تتقيم، انت داخل تؤثر. الخطوة السابعة بقى يا صاحبي هي كل مرة هي تجربة. بص يا صاحبي عايزك تغير نظرتك للموضوع تماما، يعني كل مرة تطلع تتكلم فيها قدام اي حد اعتبرها بروفة مش عرض نهائي. يعني حتى لو نسيت كلمة واتلخبطت او حسيت ان انت متوتر مفيش اي مشكلة عادي جدا، لان الناس هنا مش بتدور على الكمال، الناس بتتأثر بالشخص الحقيقي باللي طالع قدامهم وبيحاول. وحتى لو حسيت ان انت فشلت في المرة دي فالحقيقة ان انت كسبت حاجة اغلى بكتير وهي الخبرة يا بطل. انت اتعلمت هنا ايه اللي بيخوفك وايه اللي بيشتتك وازاي تتصرف لما تقع، وكل تجربة منهم بتسيب جوه دماغك علامة. العلامة دي يا صاحبي بتبنيك حتة حتة، وكمان بتخليك كل مرة بعد كده اكتر سيطرة واكتر وعي واكتر ثقة. التجربة يا صاحبي بتديلك الامان، والممارسة بتكسر الرهبة. وما تنساش بقى يا صاحبي تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وتكتب لي في التعليقات رأيك ايه في الحلقة دي وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جاية ان شاء الله. اشوفكم بخير.